ففي دراسة اجتماعية نشرتها مجلة American Journal of Psychology بتقول إن علاقات الجار دي حاجة بتخلّي المود يبقى أحسن وبتقلل الاكتئاب. بالمناسبة إيه؟ كان عندي قصة كده بمناسبة سايوريسو دي، آه. كان عندي جارة أو مش أنا، مامتي بتحكي لي إن في جارة ليها والتيتة دي كانت من برّه تقريبًا النمسا، بلد كده، المهم يعني خواجاية، فكانت مرتبطة بخالته وبتيتة جدًا، اهم. لدرجة إن هي لمّا جات تهاجر ادّت الشقة لخالته. أنتِ متخيلة؟ اديت لها شقتها؟ آه. ده كويس إن في حد بيعمل حاجة زي كده. طبعًا. تخيل بمناسبة الدين يعني، إمم. فربنا سبحانه وتعالى قال آية ليها علاقة بموضوع الجيران ده، اهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فصدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فالموضوع واضح جدًا في ديننا، سواء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أو في والسلام. كلام ربنا في القرآن، الموضوع واضح جدًا بموضوع لو علمها طلعت لأولادنا يا مثلًا ناصر. شُفت جاري هابتسم في وشه سلام عليكم، أيوه. مش هاقفل الباب مش الصبح أبقى لأ وبصوت جامد كده. نازلة. في الجروب بتاع الواتساب بتاع العمارة ما يبقاش كُلّه فاتورة المَيّة وحد يمسح السلِّم، برضه ممكن يعني نصبّح على بعض في الجروب، يعني أنتم لو مؤمنين طب بالسوشيال ميديا طب اعملوا ده على هاقول السوشيال ما ميديا. هو في تبسمك في وجه أخيك صدقة.